السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نسافر اسكندرية لازم أدوق البسبوسة المرملة الجميلة اللي اسكندرية مشهورة بيها. بسبوسة ذهبي مرملة مش هتدوقيها في أي حتة غير في اسكندرية. كمان لازم أجيبها هدايا لحبايبي وقرايبي في كل مكان. طب لما تاخدي بقى سر الترميلة دي وسر الصنعة من شيف حلواني من اسكندرية نفسها، يبقى هتطلع مية مية. تعالي نعملها مع بعض خطوة بخطوة زي ما قال لنا بالظبط، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كوباية إلا ربع سكر هنحطها على نار هادية خالص، شمعة يعني نار لا تذكر. هنقلبها بالراحة لحد ما تتكرمل وتدينا اللون البني ده. هننزل عليها بكوباية إلا ربع سمنة، سمنة بلدي، سمنة على زبدة اللي انت عايزاه. وبعد كده هنضيف عليها كوباية لبن بيغلي، ولازم تكون بتغلي ما تكونش باردة، عشان كده الكراميل بتاعنا مش هيفك. وبرضو على نار هادية شمعة زي ما احنا شغالين، نقلب بالراحة لحد ما الكراميل يتكون. وبعد كده بنركنه على جنب لحد ما يهدى ويبقى دافي. هنجيب بقى نص كيلو دقيق سميد سادة من عند أي عطار، وهنضيف له معلقتين دقيق أبيض عشان يربطوا الدقيق السميد مع بعضه، ورشة ملح بسيطة، ومعلقة ممسوحة بيكنج باودر. ولازم المعلقة تكون ممسوحة، أو مش عارفة تعمليها ممسوحة خليها معلقة صغيرة. بعد كده بقى بيكون الكراميل دفي شوية، بنضيفه كده بالتدريج على الدقيق، ونحط شوية فانيليا بسيطة. نقلب بالراحة وما نعجنش، لأن العجين هيحول البسبوسة لكيكة، احنا ما بنعجنش، احنا بس مجرد بنخلط المكونات مع بعضها تقليب خفيف لحد ما نلاقيها كلها اختلطت مع بعضها، يبقى كده تمام. نجيب بقى الصينية بتاعتنا، وتكون الصينية دي مدهونة أي مادة دهنية، زيت، سمنة، اللي انت عاوزاه، ونحط فيها البسبوسة بتاعتنا. نفردها في الصينية كده بالراحة خالص بإيدينا أو بسباتيولا، بأي حاجة لحد ما تملى كل الصينية. وبعدين بنلاقي الوجه بتاعها مش متساوي، مش أملس. فنعمل ايه بقى في الحالة دي؟ بنبل ايدينا مية بسيطة وبنبدأ نساوي الوجه بتاع الصينية. ما تقلقيش، المية دي مش بتنشف البسبوسة خالص، بالعكس دي بتطريها اكتر كمان، وفي نفس الوقت بتساوي الوجه بتاعها. بنبدأ نعملها كده، وبعدين نخبطها خبطتين على الرخامة عشان تبقى كلها متساوية. طيب عايزة تخليها سادة براحتك، عايزة تحطي مكسرات رشي عليها مكسرات مجروشة اللي هي مكسرة نص تكسير، أي نوع مكسرات. وبعدين ارجعي باللي ايدك مية تاني واضغطي على المكسرات كويس قوي عشان تدخل جوه البسبوسة وما تطلعش منها واحنا بنسقيها بالشربات او بالسيرب. بعد كده بقى خلاص بتحطيها في الفرن، هتاخد 25 دقيقة. وتعالي نعمل الشربات او السيرب. هنحط كوبايتين سكر على كوبايتين مية، وهنحطهم على نار عادي، ونبدأ نقلب السكر كده بمعلقة خشب لحد ما السكر ده يدوب تماما. أول ما يدوب بروح موقفة التقليب، واعصر عليها نص ليمونة، واحسب له 7 دقايق بالظبط، وبعدها بطفي عليه وما باجيش ناحيته تاني، لا بحط فيه معلقة ولا باجي ناحيته تاني عشان ما يسكرش منك ويجمد منك. وبعد كده بسيبه بقى، بتكون البسبوسة خلاص كده جاهزة، خدت بالظبط 25 دقيقة. بخرج الصينية من الفرن وبس تبقى سخنة، والسيرب كمان سخن، يعني الاتنين سخنين. وبسقيها بقى بالراحة كده. وتلاحظي هنا ان انا كل ما تحطي شوية من الشربات بتاعها بتلاقيها بتشربه لحد ما تلاقي الكمية كلها خلصت، او الوجه خلاص ما بقاش يشرب تاني، تعرفي ان هي كده تمام. وعلى فكرة الكوبايتين مية مع كوبايتين السكر اللي احنا عملناهم هو ده المعيار المظبوط للصينية دي بالظبط. فما تقلقيش، هي مش هتطلع مسكرة، ده هتطلع مظبوطة معاكي جدا ان شاء الله. ولو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للبسبوسة الاسكندراني والمرملة، واشتراك في الفيديو لو لسه ما اشتركتيش. وتعالي نرجع لها. هتغطيها بقى وتسيبيها لمدة ساعة أو 2 لحد ما البسبوسة تمتص كل السيرب اللي احنا حطيناه وتطرى وتبقى جميلة، وما تقطعيهاش إلا لما تكون باردة تماما. وتعالي بقى ندوق كده البسبوسة المرملة الاسكندراني بتاعتنا بلونها الذهبي الجميل اللي فعلا ريحتها كانت قلب الدنيا من جمال الكراميل بتاعها.
وبجد انتي لو فعلا جربتيها وعملتيها مش هتقدري تدوقي اي نوع بسبوسة تانية. ولو عجبتك بقى البسبوسة ما تنسيش بقى دعوة حلوة في الكومنتات، والف هنا على قلبكم، ودمتم في امان الله وحفظه ان شاء الله.